لذلك يقول أهل العلم إن أكرم الأخلاق في البيت الكرم والتغافل. أكرم الأخلاق بين الرجل وزوجه خلقان: الأول الكرم بأن يكون كريما، والثاني أن يكون متغافلا، فإذا رأى خطأ غض الطرف عنه، فإن سيد قومه المتغافل ليس بالغافل وإنما المتغافل. وفي حديث أم زرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة النسوة 11 ذكرت أن امرأة أثنت على زوجها فقالت: إن زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فذكرت هذه المرأة أن زوجها إذا دخل البيت صار كالفهد، فهد وهذا من باب الفعل لا من باب الاسم، أي يصبح كالفهد، والفهد بطبعه التغافل، فيرى الشيء ويري الناس أنه لم يره. فأكرم الرجال بالوصف الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه صفة مدح أن المرء إذا دخل داره فإنه يتغافل عما يرى من خطأ وعما يرى من زلة، وأما إذا خرج فإنه يكون كالأسد، أسد أي أصبح كالأسد، فهو قوي خارج بيته متغافل في داخل بيته. قالت: ولا يسأل عما عهد، أي إذا عهد شيئا في بيته ثم افتقده من مال أو طعام أو متاع فإنه لا يسأل عنه لكرامه وتغافله معا. ولذلك فإن الكريم حقيقة هو الذي يتغافل، وهو الذي لا يفرك مؤمنة بخلق يكرهه فيها،